السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير. جيت اليوم ندير معكم صابلي بذوق الليمون. اول حلوه درتها لعيد الفطر المبارك، ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا. ذوق الليمون اعطى للصابلي تاعي واحد المذاق، واحد الانتعاش تام ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاعي تاع نهار اليوم تنال اعجابكم، وتبعوا معايا الوصفه للاخير تعرفوا على مقادير الوصفه وطريقه التحضير. بسم الله. عندي 200 غرام مارغرين، عندي كاس معمر سكر غلاس، عندي 5 مغارف مايزينا و2 مغارف كاوكاو مطحون، عندي حبه بيض كامله وصفار بيضاء ونصف ملعقه صغيره خميره الحلويات، وعندي لزاز تاع القارص. ركزوا لي البنات على القشور تاع القارص. عطاو للصابلي واحد البنه واحد الريحه ما شاء الله. نطلع الزبده مليح، المارغرين تاعي نطلعها مليح، ومن بعد نضيف لها كامل النواشف، نخلطهم كامل ونضيف لهم 2 مغارف زيت. طبعا اللي يحب ما يزيدهمش، انا ضفت لهم 2 مغارف زيت. صراحة أنا من عشاق الليمون. لهنا ضفت الحبة تاع البيض وصفر بيضة. نقطع لي تحذف لي المقطع، ما عرفتش ما لقيتوش في التليفون. نخلط بالباطيغ مليح، ومن بعد نضيف لهم الفرينة وندير هذيك نصف ملعقة تاع الخميرة. نبقى نجمع في الصابلي تاعي غير بصباحتيه. البنات الصابلي ما يتعجنش، باش تجينا لاباط ناجحه ما نعجنوهاش. نبقى نطم في الصابلي تاعي بالفرينه حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. طبعا اللي ما يحبش الليمون يقدر يغير الحشو ويخلي الصابلي، انه صابلي جات بزاف هايله، جات مذكره. هاي لهنايا صاي، يعني مزدلاش فرينه. نروحوا لكريمه الليمون. عندي نصف كاس قارص، نصف كاس ماء، وكاس سكر نقص منه شويه. وعندي هذا لاغوم تاع الليمون، يعني تاع القارص. نخلطهم مليح ونضيف لهم ملعقه كبيره تاع مايزينا، يعني تكون المغرفه هذيك ولا الملعقه هذيك تكون معمره مليح. انا نسحق لهنا الكريمه تاعي تجيني شويه ثقيله. طبعا هذيك الملعقه تاع الزبده نزيدوها في الاخر. نخلط مليح مليح ونحطها فوق النار. لهنا بعد ما عقدت لي هاي ليك نغطيها. انا نسيت لهنا ما درتش هذيك الملعقه تاع لا مارغرين، طبعا نتوما زيدوها، انا بعد زدتها. نحطوها في الثلاجه تبرد ونروحوا للصابلي تاعي نعمرو. هاي ليك طريقه سهله وكامل تعرفوها. نعمروا الليمون تاعي نكون شاعله ديجا الفور ولا الكويزينيير تسخن مليح. نحطهم كامل ومن بعد نجيب كيردون ولا فرشيطه ونثقب كامل هذيك العجينه باش ما تنفخليش. هاي ليك دات تحميره شابه البنات، صدقوني جات ما شاء الله. وخلوا العجينه يعني تدي هذيك التحميره الشابه، ما تطيبوش العجينه تخلوهاش بيضه. نروح نطلعوا الكريمه تاعي اللي انا عندي 50 غرام مارغرين. طلعتها مليح، ومن بعد نبدا نضيف عليها هذيك كريمه الليمون، ومن بعد زدت لها 2 مغارف كريم شانتي. هنا نضيف لها 2 مغارف كريم شانتي، ونبقاو نخلطوا قد ما نخلطوا مليحه. تزيد تفتح لنا هذيك الكريمه وتنسجم لنا المكونات بين الزبده والكريمه تاعنا. الكريمه جات بزاف بنينه. هذه الكريمه نقدروا نعملوا بها لي فون دو تارت تاني، كتجي هايله، جات بنينه ما شاء الله. للحشو واش عندي؟ انا عندي دي سوبر كريم تاع الليمون، واحد البنه فيها ما شاء الله. وعندي ذي الكريمه تاع الليمون اللي خدمتها انا. الطبقه الاولى يعني الحبه واحده ندير فيها هذا كريمه الليمون، والحبه الثانيه ندير فيها سوبر كريم تانيك تاع الليمون، ونغلق الحلوى تاعي. ما نعمروهمش مليح باش ما يخرجناش الحشو مع الطرف. نجو الكلاصاج لهنا عندي شيكولا ذوبتها،
نضيف لها ملون أصفر، ولا نديرو عطر الليمون في اللون الأصفر. ضفت لها ملعقة كما كتشوفوا مش كبيرة تاع كاوكاو مطحون، لهنا حبيت اللون يجيني شوية أصفر غامق. انا عجبني هذا اللون. لهنا ضفت لها 2 مغارف تاني تاع زيت، ونبدا نقلاصيه في الحلوى تاعي نورمال. تحبوا نتوما تضحفوا اللون تاع الشوكولا ديروها فونسي تقدروا. انا اللون هذا الكلاغ جاني عجبني، وجات الحلوى باهيه به. نخبط هكا الفرشيطه باش الزوائد تاع الشوكولا تحبط لنا وما تبقاش يعني الحبه تاع الحلوى تكون رابطه بزاف شوكولا. نقلاصي معكم حبه اخرى بالخف وجد، ما يديش وقت. مكونات تاعو سهلين، يعني كريمه الليمون سهله، ما درتها ما فيها لا بيض، وتقدروا تحتفظوا بهذه الحلوى حتى العيد. كريمه الليمون ما فيهاش بيض، ما فيها حليب. اما من للتزيين الكريمه اللي بقات لي ضفت عليها 2 مغارف كريم شانتي، ودرت لها هذاك الملون الاصفر، ودرت هكا دي غزاز صغيورين من الفوق كتزيين. والتزيين طبعا يبقى اختياري، لكم الاختيار. انا درت هذا الشكل البسيط، وكلمسه اخيره درت هذا الورق الذهبي باش الحلوى تاعي تجيني باهيه. هذا ما كان، وصدقوني جات ما شاء الله، خاصه اللي يحبوا الليمون. لك الحلوى تاعي في طبق التقديم جات ما شاء الله. دوك نقسم معكم حبه تشوفوا الكريمه كيفاش جات للداخل، وتشوفوا العجينه كيفاش جات هشه. هاي ليك، شوفوا العجينه الله يبارك، جات تفدت في اليد. المهم الوصفه تاعنا اليوم بزاف جات بنينه، نتمنى تكون نالت اعجابكم. نتلاقاو في فيديو اخر، مع السلامه.